السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل ايد الشنطه. دي ايد الشنطه اللي احنا اشتغلناها الفيديو اللي فات، بس عشان ما كانتش واضحه عشان الالوان غامقه حبيت اعملها لكم بلون فاتح وتكون واضحه بخيط سميك شويه عشان الغرزه تكون باينه معانا. شكلها جميله جدا وبسيطه وسهل جدا كمان للمبتدئين. يلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. بس قبل ما نبدا اعرفكم على نفسي، معكم سمر من قناه افكار موري. اتمنى اشتراكك معايا في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت المشاركه مع الاصدقاء والحبايب عشان قناتنا تكبر بيكم. واتمنى كل واحده فيكم بقى كده تعرفني من اي بلد بتشاهدنا، حابه نتعرف على بعض. بالنسبه للخيط اللي انا هستخدمه، انا هستخدم خيط سلسله، تمام، وهستخدم معاه الابره مقاسها رقم 5. اول حاجه بتسيبي مسافه من قدام كده بحيث ان انتي لو هتثبتي في الشنطه على طول يبقى في معاكي خيط للتثبيت. بعد كده بتعملي عقده البدايه وهنطلع اول حاجه مع بعض سلسلتين، 1 2. هدخل في اول سلسله واخد لفه خيط من تحت وهطلع، هيبقى معايا لفتين على الابره، هاخد لفه خيط واقفلهم مع بعض والف ظهر الشغل بتاعي. هتلاقي معايا فتلتين في الظهر هنا بالشكل ده، هدخل فيهم في الفتله الاولى والفتله الثانيه، هندخل فيهم واخد منهم لفه خيط واسحب الابره بتاعتي من الفتلتين دول. هيطلع معايا لفتين على الابره، هاخد لفه خيط اقفلهم الاتنين مع بعض وارجع الف الشغل بتاعي الجنب التاني. الفتلتين معايا همت، بدخل فيهم واخد لفه خيط واطلع معايا 2 على الابره، باخد لفه خيط واقفلهم مع بعض والف الشغل بتاعي الجنب التاني. معايا فتلتين اللي في الجنب دول، بدخل فيهم واخد لفه خيط واطلع معايا لفتين على الابره، اخد لفه خيط واقفلهم مع بعض، وهكذا بنفس النظام. بلف الشغل ظهر الشغل بتاعي، بتلاقى فتلتين من الجنب اهم، بدخل فيهم واخد لفه خيط واطلع، بيبقى معايا 2 على الابره، باخد لفه خيط اقفلهم مع بعض، وهكذا كل ما الف الشغل بتاعي الجنب التاني بلاقي الجنبين دول كده معايا، باخد لفه خيط واطلع واقفلهم مع بعض. بنفس النظام ده بتفضلي ماشيه تلف الشغل بتاعك وتاخدي الفتلتين اللي في الجنب وتاخدي لفه خيط وتطلعي معاكي 2 على الابره، تاخدي لفه خيط وتقفليهم مع بعض، وهكذا بكملي نفس النظام في شكل الايد بتاعتنا. تاني لفتين على الابره اهم، باخد لفه خيط واقفلها، بعد كده بلف الشغل بتاعي الجنب التاني كده وادخل في الفتلتين اللي على الطرف دول واخدهم معايا على الابره واخد لفه خيط واطلع معايا 2 على الابره، اخدهم واقفلهم تاني. ده بيكون شكلها كده بدأت تدي شكل معانا. هفضل ماشيه بكله بنفس النظام ده، وادخل واخد لفه خيط واطلع واقفل الاتنين مع بعض على الابره، والف ظهر الشغل بتاعي واخد الفتلتين اللي هم على الطرف دول واخد لفه خيط واطلع معايا الاتنين على الابره، باخد لفه خيط واقفلهم مع بعض، وهكذا بنفس النظام. اخد الاتنين دول كده واخد لفه خيط واطلع اقفلهم مع بعض. ده بيكون شكل الايد بتاعتنا بالشكل ده كده. هكبرها شويه بحيث الشكل بتاعها يظهر لكم. هكذا بكمل الشغل بتاعي لغايه لما يبقى ده شكل كده الايد بتاعه الشنطه بتاعتنا. ده كده بيكون شكلها. لما بنحب نقفل بقى الشكل بتاعنا بنعمل ايه؟ بنيجي في الاخر ناخد سلسله، بسيب جزء من الخيط بتاعي بحيث اثبته في الشنطه او في الشنكه اللي هنشتغل عليه. وبكده ده شكل ايد الشنطه بتاعتنا النهارده. يا رب الفكره تكون سهله وبسيطه عليكم. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، ويا ريت المشاركه مع الاصدقاء والحبايب عشان قناتنا تكبر بيكم. مع السلامه.